العيد خلص، لكن في قناة بيتو تشانل العيد لسه شغال. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بسكوت العيد. الطلب مني بصراحة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمله كمان من غير مكنة، يعني بالكيس والبلبلة زي ما انتوا شايفين. هنعمله كمان من غير بيض عشان نقلل التكلفة شوية. يلا بينا نخش على الوصفة ونعرف التفاصيل. اهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو تشانل، منورين القناه وبرحب بكل اعضائي. معاكم داليا، وهنعمل النهارده وصفه البسكوت. اتطلبت مني بصراحه، حد طلبها مني زي ما انتم شايفين كده. ماريا اسامه طلبتها مني من فتره قبل العيد، وانا كنت مضغوطه في اوردرات. كانت جربت وصفه الكحك اللي على القناه وعجبتها، والنهارده هعمل لها وصفه بسيطه للبسكوت، وان شاء الله نعمل بقيه الوصفات. البسكوت بيتعمل باكتر من طريقه، بيتعمل بالنشادر، بيتعمل بالزبده، بيتعمل بالبرتقال. هنعمله النهارده بالسمن البلدي زي ما انتم شايفين كده. معايا كوبايه سمن بلدي جاموسي اللي هي السمنه البيضه، وهنعمله من غير بيض خالص. اوكي. وبعتذر لك تاني يا استاذه ماريا اسامه، بعتذر لك على التاخير، وان شاء الله تجربي الوصفه دي وتعجبك. وهبقى اعمل كمان وصفات التانية بالبرتقال وبالنشادر هعملها. مقدار السمنة اللي معايا كوباية واحدة من السمن البلدي بدرجة حرارة المطبخ، تكون كريمي كده، ما تكونش ولا سايحة ولا مجمدة. تمام. وإن شاء الله آخر الفيديو هسيب لكم وصفات اللي أنا عملتها قبل كده، وصفة الكحك ووصفة البيتيفور ووصفة الغريبة، وآدي كمان وصفة للبسكوت بسيطة جدا. هحط عليها كوباية سكر بودر. السكر البودر ده انا طحناه في المطحنة عندي، فطبعا هنخله لاني ممكن يكون فيه، واكيد هيكون فيه حبيبات سكر خشنة. ولو انت جايباه جاهز برضو انخليه، لاني النخل الدقيق او السكر لما يكون بودر بيساعد برضو في النتيجة الحلوة للمنتج اللي بتعمليه، بيبقى هاشش كده ومظبوط اكتر. زي ما انتم شايفين كده برضو في حبيبات اهو، حوالي معلقة. هبدلها طبعا عشان المقدار بتاعي يبقى مظبوط. يبقى كده كوباية سمنة بلدي عليها كوباية سكر بودر. وزي ما قلت لك انت ممكن السمنة البلدي بدل ما هي جاموسي تحطيها سمنة بلدي بقري اللي هي الصفرة، بتبقى احلى كمان، تعزز لون البسكوت. تمام. هبتدي بقى اضرب بالمضرب اليدوي او بمعلقه او بمضرب الكهرباء. اضرب المقدار كويس جدا جدا لحد ما يوصل للمرحله اللي هقولك عليها دي. لو انت هتضربي بمضرب يدوي او معلقه، يبقى مش اقل من 10 دقايق، 10 دقايق على الساعه. تمام. عشان توصلي لان الخليط لونه يبقى افتح، وتوصلي كمان ان الخليط يكتر، يزيد معاكي، يتضاعف، وفي نفس الوقت الخليط يتقل معاكي، يبقى عامل زي المارينج او كريم الشانتيه تقيل. هي دي النتيجة اللي انا عاوزة اوصل ليه عشان اكمل بقية المقادير. تمام. زي ما انتم شايفين كده ادي الخليط تقيل، ما بيقعش من الاسباتولا او المعلقة، وكمان الكمية اتضاعفت ولونه فتح. فلو انت هتشتغلي بمضرب عادي يدوي او معلقة، مش اقل من 10 دقايق بالظبط. تمام. هبتدي بقى اضيف ايه. هضيف الفانيلا. انا عندي فانيلا سايله، هضيف حوالي معلقه كبيره. لو عندك فانيلا بودر هتضيفي حوالي باكوين. تمام. الاتنين يمشوا، مفيش مشكله. طبعا احنا مش حاطين بيض، لكن احنا حابين برضو البسكوته تبقى ليها ريحه الفانيلا كده، تبقى ريحتها حلوه. اوكي. وانا عارفه طبعا ان البيض غلي والسمنه وكل حاجه ولعت، بس على قد ما بنقدر بنحاول ان نعمل بامكانيات برضو اقل شويه. معايا بقى كوبايه الا ربع حليب. كوبايه الا ربع حليب او لبن، اي نوع لبن. واهم حاجه يكون بدرجه حراره المطبخ، مش محتاجاه يكون ساقع او دافي. وهخلط كده المكونات بتاعتي حلو لحد ما كله يندمج، واللبن كله يدخل في بقيه المكونات. اوكي. بعد ما خلطت المقدار بتاعي هبتدي افصل بقى المضرب الكهرباء، لاني لازم بقيه الوصفه تبقى بالمضرب اليدوي او بمعلقه، لاني انا بعد كده بعد ما احط دي مش محتاجه عجن. البسكوتات مش محتاجه عجن عشان ما تبقاش ناشفه، تبقى هشه كده وجميله. معايا قد ايه بقى دي؟ معايا 400 جرام، يعني اقل من نص كيلو. معايا 400 جرام، احط عليه ذره ملح
وهحط عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر. انا معايا دي معلقة صغيرة فانا هحط منها معلقتين. اوكي، يبقى حطينا 400 جرام دقيق، عليه ذرة ملح، عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهضيف معلقة كبيرة نشا. تمام كده، وهقلب المقادير الجافة كده مع بعض، وهبتدي انزل بيها في المقدار بتاعي. وزي ما قلت لكم هشتغل بمضرب اللي هو الويسك، المضرب اليدوي العادي اهو، وشلت خلاص بتاع الكهرباء، او بمعلقه يعني خشب مثلا او سباتولا كده جامده عشان تقدري تملكي بيها. انا هعاير لكم برضو الدقيق عشان تعرفوا المقدار بالكوبايه. ادي كده كوبايتين، وادي كمان كوبايه. اوكي، وكده حوالي معلقتين كبار. اوكي، يعني ال400 جرام عملوا 3 كوبايات ومعلقتين كبار. لو انتي هتعملي المقدار بتاعك ده في مكنه البسكوت، تمام، سواء كهرباء او اليدويه، هتحطي نص كيلو دقيق كامل، يعني هنحط 500 جرام دقيق كامل. لكن انا هنا محتاجه الخليط يبقى لين شويه. بصوا لحد ما نوصل، بصوا اهو، تبقى طريه ومش بتلزق. تمام، وسهل قوي ان هي تتشكل. فاحنا هنا قلبنا، بس انا سرعت الفيديو، لكن انت هتقلبي بس تقليب خفيف عشان بس ايه الدقيق يدخل في قلب المكونات، مش عاوزه عجن. هنا معايا 2 بلبله، ده شكل البلابل اهو. انا كنت عامله البسكوت ده بوريه لكم، عاملاه بالبلبله الصفراء، وكنت عاملاه من غير مضرب كهرباء خالص. انا هجرب معاكم البلبله اللبني دي، بحطها في كيس حلواني. الكيس ده بجيبه من مستلزمات الحلواني، او ممكن تلاقيه عند العطار. ولو عندك الكيس القماش او الكيس البلاستيك التقيل يبقى احسن من الكيس ده كمان. اوكي، فانا هاخد كده هجرب البلبله اللبني دي، شايفاها ارفع فهجربها. دايما البلبله بتاعت البسكوت الديفولت يعني بتبقى ليها شفتين، شفه ساده وشفه مشرشره. هي دي الاتنين زي بعض، البلبلتين اللي معايا زي بعض، بس التانية الصفرة واسعه. هجيب بقى الصاج او الصينيه من غير ما ادهنه نهائي، وهبتدي بقى اريح أو اسند البلبله، اسندها كده على الصاج وابتدي اجر وانا بضغط. لو في واحده ما عجبتكيش بتشيليها عادي بكل سهوله. بس انا بصراحه لقيت اني البلبله دي ضعيفه قوي، رفيعه جدا جدا، فمش هتنفع معايا. هتنفع في الكريم شانتيه، انا اول مره اجربها في البسكوت. فانا هخليني في البلبله الواسعه شويه عشان البسكوته تبقى حلوه ومحمله، ما تبقاش رفيعه وتتحرق مني في الفرن. فانا زي ما انتم شايفين كده، انا اهو بسند البلبله وبشد وانا بضغط لقدام، وانا بضغط ايه يعني بضخ يعني الايه العجين زي ما انتم شايفين سلس وسهل جدا. وبالكيس، والكيس على فكره ده مش قوي يعني، ضعيف يعني شويه، فلو قماشي يبقى افضل معاكي. اهو زي ما انتم شايفين بسند وبقوم ايه شده، والطول اللي انت عاوزاه. هكمل الكميه كلها وهوريكم الشكل النهائي قبل ما ادخله الفرن. عامه احنا هنسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه. تمام، لو عندك شغال من تحت ولفوق هتشغلي من تحت وفوق، عندك من تحت بس زي هنعمل من تحت بس. وادي الكميه اللي انا عملتها دلوقتي معاكم. بصوا، عاوزه اقول لكم تاني، لو في اي واحده مش عاجباكي بشيلها بكل سهوله. العجينه سهله وسلسه جميله جدا، هشيلها بكل سهوله وارجعها تاني للبوله. طبعا لسه في كميه تانية هكملها، كميه صغيره هكملها، وهعمل واحده تانية بدلها، وادخل في الفرن على درجه حراره 180 درجه. ولو احتجت الشوايه هولع الشوايه قبل ما اطلعه عشان يدي لون. تمام، لو اي حاجه في الاطراف طالعه كده بصباعك، بطرف صباعك بتضميها، او لو مش حابه مفيش مشكله، يعني هي بس شكليه مش اكتر. اوكي، تمام كده. هدخله بقى الفرن وهرجع لكم ونشوف النتيجه مع بعض شكلها ايه. خليكم معايا، ولو انتوا لسه موجودين ما تنسوش تعملوا لايك للوصفه، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وادي البسكوت بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، شكله جميل. اخد حوالي 10 دقايق في الفرن من تحت بس، وولعت الشواية شوية عشان يتحمر من فوق، خصوصا ان انا عاملاه بسمن بلدي جاموسي، يعني ابيض، لونها ابيض فاتح.
شايفين من جوه مقرمش وهاشش وجميل ازاي، وسكره مظبوط. لو انت حابه تقللي السكر بدل ما كوبايه تبقى كوبايه الا ربع مفيش مشكله، لكن هو كده سكره مظبوط قوي. وفرنا البيض اللي بنحطه، وكمان عملناه بالكيس بتاع الحلواني، ما عملناهوش بمكنه. اتمنى تجربوا الوصفه، جربيها ان شاء الله في نص الكميه اللي انا عملتها النهارده. الموضوع بسيط جدا ومش بياخد وقت خالص خالص معاكي، وحلو قوي في الفطار، حلو قوي في عشاء خفيف، حلو قوي تقدميه لضيوفك. اتمنى الوصفه تعجبك، والى اللقاء.